السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله انا هعمل معاكم سلطه الكول سلو. دي السلطه بتاعت محلات الكنتاكي والبازوكا وهارت اتاك. كل سلطه الكول سلو اللي بيستخدموها في المحلات الجاهزه هي دي. هعملها معاكم، طريقتها تبقى سهله جدا وطعمها حلو جدا في البيت. انا هنا معايا انا جايبه لكم هنا الكرنب بتاع السلطه، وهنا كرنبايه اللي هي بتاعه الحشو، كان القلب بتاعها مكسر. حتى لو مش مكسر ومش لاقيه بتنفع برضو في السلطه. انا جايبه لكم الاتنين عشان اعرفكم ان الاتنين بيدوا نفس النتيجه والطعم، وهي دي اساسا المستخدمه في السلطات الكول سلو اللي بتجيبيها جاهزه من بره. ومعايا هنا 3 جزرات كده، دول هبشرهم في المبشره. انا الاول هوريكم ازاي انا هقطع الكرنب بحيث يديني نفس التقطيعه بتاعت الجاهزه، وفي نفس الوقت تبقى سهله وسريعه معايا. انا في صينيه كبيره كده اللي هي اللي بتخرطي عليها الملوخيه، هقطع الكرنب بطريقه عشوائيه بالطريقه دي كده. انا قطعت كرنب سلطه على كرنب الحشو. انا هعمل كميه كبيره من سلطه الكول سلو. بعد ما اقطعها كده واخليها مربعات كده بسيطه عشان تبقى سهله معايا، هبتدي اخرطها بالمخرطه عشان تديني قطع صغيره جدا، نفس اللي بتجيبيها من بره بالطريقه دي. طلعت لي الكرنب بتاع السلطه معايا نفس النتيجه اللي انت بتجيبيها من بره بالظبط. لو فضلتي تقطعي بالسكينه مش هتخلصي ومش هيطلع معاكي بالطريقه دي. بعد كده هجيب الجزر اللي انا بشرته، تبشريه بالمبشره عادي خالص. بعد كده هنزل عليه تحليه السكر اللي انت عاوزاه. انا نزلت هنا بنص كوبايه من سكر الحبيبات، عليه كوبايه كده الا ربع من اللبن، وهنا دي نص كوبايه مليانه من المايونيز او كوبايه الا ربع. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره او معلقتين كبار من الخل، وابتدي بقى اقلب السلطه. هي دي سلطه الكول سلو، بتطلع حلوه جدا معاكي في البيت، وبتعملي كميه كبيره جدا وباقل تمن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو اول مره تشوفي الفيديو ما تنسيش لايك الفيديو واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.